بالفيديو تصريح خطير من رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موتيسيبي يثور غضبا على منتخب السنغال ويعلن عن قرار تاريخي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت فخورا بالمنتخب المغربي يرجى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. انتهت مباراة النهائي بفوز المنتخب السنغالي على منتخب المغرب في مباراة جنونية شهدت جدلا كبيرا من جانب المنتخب السنغالي، حيث اتهموا المغرب بالتحكيم الفاسد وحاولوا الانسحاب، وقامت جماهيرهم بتخريب الملعب، وكذلك تصريحات مدربهم التي هاجم فيها المغرب ولم يحترمهم. وهذا ما جعل رئيس الاتحاد الإفريقي موتيسيبي يثور غضبا شديدا ويصرح قبل قليل لقناة الرياضية الإفريقية وقال: أنا آسف لما حدث يوم أمس نيابة عن الاتحاد السنغالي الذي لم يحترم المغرب، وكذلك اتهامات مدربهم للمغرب بالفساد التحكيمي. وأنا بصفة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فقد قررت بأن أستبعد مدرب السنغال مدى الحياة من المسابقات الإفريقية وتغريمه بمبلغ كبير، وسنحقق في موضوع انسحابهم، وإن أمكن فسيتم إرجاع الكأس من المنتخب السنغالي وتوقيفهم في كأس الأمم الإفريقية القادمة. فما فعله لاعبين السنغال ومدربهم ليس عادلا، وسنحقق في الموضوع حتى لو اضطررنا لإعادة اللقاء، والحكم أدار اللقاء بكل سلاسة.